إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، نحمدك اللهم حمد الصابرين، نحمدك حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك، ونثني عليك الخير كله. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. جل ثناؤك وعظم جاهك ولا اله غيرك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا عظيما يرجى لكل عظيم فرج الكرب العظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم انزل النصر العظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم، يا عظيما يرجى لكل عظيم تقبله في الشهداء والصالحين. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، مالك الملك وملك الملوك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: انا الله مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك بين اصابعي، اذا العباد اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، واذا العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والغضب فساموهم سوء العذاب. شرفنا بخير كتاب انزل، واكرمنا بخير رسول ارسل، واتم علينا النعمة بخير دين شرع، دين الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، عبد الله حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل الله حتى اجاب مناديه، عذب واوذي وكذب وشتم وكسرت رباعيته في سبيل الله عز وجل، فما لانت له قناه، ما لانت له قناه. كان قدوة الدكتور سعيد، قدوته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدكتور سعيد على درب رسول الله ما لانت له قناه حتى لقي ربه، مع انه صاحب الخلق العفيف وصاحب الاخلاق المهذبة، الا انه كان اسدا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا بينتقي ويختار ويصطفي الشهداء، فاصطفاه الله عز وجل من بيننا. ثم اما بعد، حال المؤمن مع الله عز وجل على احدى امرين: اما اصابته نعمة فشكر، واما اصابته نقمة فصبر. وصدق صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. والصبر انواع: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على المصيبة والبلية. نسأل الله عز وجل ان يصبرنا. يقول الله عز وجل في رشدة العلاج لمن يصاب ومن يبتلى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا آل سعيد استعينوا بالصبر والصلاة، يا آل العزب استعينوا بالصبر والصلاة، يا اخوان الدكتور سعيد استعينوا بالصبر والصلاة، يا آل حنا وآل ابو حماد استعينوا بالصبر والصلاة.
والبشرى تأتيكم في نهاية الآية. إن الله مع الصابرين. ألا تكفكم معية الله عز وجل؟ كفى بالله قسما ونصيبا. واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما مات سعيد ولكنه حي عند ربه. والله ما مات سعيد ولكن نحسبه شهيدا عند ربه. روحه في جوف طائر خضر متعلق بعرش الرحمن. يقول له الله عز وجل الآن قل تعطى واشفعت شفعا. آن لكم أن تفخروا يا آل سعيد، آن لكم أن تفخروا أن اصطفى الله عز وجل من بينكم شهيدا، والشهيد يشفع في 70 من أهله. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهله، أن نكون من أهل سعيد فيشفع لنا، ونشهد الله أننا من محبيه، ونشهد الله أننا من إخوانه، ونشهد الله له أننا عرفناه من أهل صلاة الفجر، وعرفناه من أهل المساجد، وعرفناه من أهل الصدقات، وعرفناه من أهل الطاعات، وكان أهلا لدعوة الله عز وجل. كان صاحب دعوة، وكان صاحب مبدأ، وكان صاحب رسالة، وكان مجاهدا لله عز وجل. ما هو ربنا ما بيختارش أي حد، ربنا بينقي ويختار، يصطفي منكم الشهداء. أيها الأحبة في الله، حتى لا أطيل عليكم، رسائل سريعة إلى الذين قتلوه، إلى الذين قتلوه وظنوا أن في قتله إخمادا للأصوات الحرة ولهذه الثورة المباركة. إذا سقط منا شهيد فكلنا سعيد، إذا سقط منا شهيد فهناك 1000 شهيد. بالأمس كان عدد الشهداء وصل 72 شهيد في مذبحة الحرس الجمهوري، وبوفاة أخونا سعيد ب 73 شهيد. كنا أمام الحرس الجمهوري وما لغت لنا قناة، وبفضل الله عز وجل كنا في الركعة الثانية ركعا في صلاة الفجر بين يدي الله عز وجل، فإذا برصاص الغدر نفس القتلة الذين قتلوا سعيد، قتلوا إخوان سعيد أمام الاتحادية. وكانت أختي من بينهم الأستاذة في كلية الطب البيطري ومعها عيالها الصغيرين، رايحين عشان يشاركوا في الدفاع عن الحرية وعن الشريعة والشرعية. راحت عيالها الصغيرين بتصلي صلاة الفجر قدام الحرس الجمهوري في اعتراض سلمي رائع شهد له العالم أجمع، الحشود والملايين. كانوا بيقولوا لقد هد الشعب هدة جميلة ووقفنا مع الشعب. عن أي شعب يتحدثون؟ عن أي شعب يتكلمون؟ عن السكارى المخمورين أم عن من يصلون طوال الليل ومن يقيمون الليل كله من العشاء إلى الفجر بين يدي الله عز وجل؟ كانت تصلي الفجر أختي في الركعة الثانية فإذا برصاصة غادرة من هؤلاء القتلة تأتيها في ظهرها وهي تصلي لله عز وجل وهي في مستشفى العبور الآن. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قابلني بعض الناس بيقولوا لي يعني كان لازمته ايه وليه يموت سعيد؟ ما خافوا على اولادكم وخافوا على بيوتكم. نقول لهؤلاء رسالة ثانية، نقول لهم يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. احنا بنقاتل بالكلمة، لا نملك إلا الكلمة، لا نملك إلا صدورنا العارية. يقولون على سعيد وإخوانه أنهم إرهابيون. أشهدكم الله يا أهل حنا ويا من تعرفون الدكتور سعيد، هل الدكتور سعيد إرهابي؟ أجيبوا أمام الله، هل الدكتور سعيد إرهابي؟ والله إن الإرهاب الحقيقي هو الذي قتل سعيد، هو الذي قتل سعيد في حماية الشرطة والداخلية والجيش. البلطجية واقفين في وسط عساكر الداخلية يحتمون بمدرعات الداخلية وقتلوا الدكتور سعيد في الزقازيق. اتركوا
المجال لاخي وحبيبي الاستاذ عبد الباسط. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قد جل في علاه وتعالى عمن عداه وتقدس عمن سواه. سبحانه قد تقدست عن الاشباه ذاته، وتنزهت عن مشابهة الامثال صفاته. له العزة والجبروت، وله الملك والملكوت، وهو الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم اما بعد، ايها الاحبة، ايها المشيعون الكرام، ان ميتة على الحق تساوي عيش الاف السنين. ان ميتة على الحق، الموت على الحق، حسن الخاتمة افضل من العيش الاف السنين على ظهر الدنيا. لانك يا عبد الله اذا احسن الله خاتمتك كنت منعما ابد الدهر، ولكن الذي يبتئس في نهايته ويختم الله له بخاتمة السوء فلا خير فيه. وانني اتساءل مع حضراتكم، كيف اذا كنا في بلادنا، في بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، في مصر القرآن والسنة، اذا قلنا اسلامية هجم علينا المجرمون؟ هذا يرضي الله؟ من اجل اننا نقول اسلامية هم يريدونها يهودية صليبية اجرامية طاغوتية، ونحن نريدها اسلامية، وسنلقى الله تعالى على ذلك. احبابي في الله، هذا البطل العملاق الذي نواري جسده الشريف التراب شهيدا الى الله يشكو له ظلم الطغاة، كان بجانبه احد اخواننا في مظاهرة الزقازيق، خرجوا يحقون الحق ويبطلون الباطل، خرجوا يقولون نعم للشرعية وللشريعة الاسلامية، خرج تنفيذا للعهد الذي اخذه علينا رسول الله. ان رسول الله اخذ علينا عهدا وموثقا. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشر والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، لا ننقلب على أهل الحق، وأن نقول الحق، لا نخشى في الله لومة لائم. دي بيعة. هذه البيعة لا بد ان نوفي بها. وكما سمعنا الى القرآن الكريم في المسجد منذ قليل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. خرج هذا البطل العملاق الى هذا الحق، لان الله جل وعلا يغضب على الذين يسكتون عن الحق. ففي الحديث ان رسول الله يقول: لا يكن احدكم امعه
يقول انا مع الناس، ان احسن الناس واحسنت وان اساءوا اسأت. كلا، ان احسن الناس وان تحسنوا وان اساءوا ان تتجنبوا اساءتهم. خرجوا الى الحق، يقولون الحق، يقولون اسلامية اسلامية. وكان من اخلاقه العظيمة الكريمة سعيد العزب دكتورنا الكريم وشهيدنا العظيم، كان معه بجواره اخونا الاخ جلال ابو حري، عنده حوالي 65 سنة، رجل كبير وتعبان. فلما انهال عليهم الطوب وضع الدكتور سعيد يديه على وجهه وعلى جبهة اخيه حتى يمنع عنه الطوب. تخيل الدكتور سعيد عمل ايه في اللحظات الحرجة اللي الناس يقولوا اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. الدكتور سعيد حينما انهال الطوب وحتى طلعت السنك وهؤلاء المجرمون الطغاة، اسأل الله ان يستعصلهم من بلادنا. اللهم استعصل البلطجية والمعتدين من بلادنا، لا تبقي على واحد منهم ابدا يا رب العالمين. الدكتور سعيد حط ايده على اخوه جلال ابو حري وكان يتقي عنه كل ضربة حتى اوصله واوقف له تاكسيا وجعله يمشي امنا مطمئن. معنا الان اخونا جلال ابو حري وهو يتقي لاخيه ويضع صدره عاريا لكي يقوم هؤلاء المجرمون المعتدون باعتدائه والاعتداء عليه والإجهاز على إخوانه. قتلوا في لحظة واحدة 24 شابا مسلما طاهرا كريما في لحظة واحدة في الزقازيق، هذه المجزرة التي كانت هناك والتي أتمها الحرس الشيطاني الذي لا ينتمي إلى مصر بثمة صلة والله الذي لا إله غيره. فإن جند مصر قال عنهم رسول الله اتخذوا منهم جندا ستفتحون مصر فاتخذوا من اهلها جندا وهم خير اجناد الارض وهم في رباط الى يوم القيامة. هل اجناد الارض يقتلون المصلين؟ وانا اسأل حضراتكم سؤالا واحدا، هل رأى احدكم سعيد العزب يحمل سلاحا؟ لا والله ما حملنا السلاح ابدا، ولن نحمله الا لان نقاتل اليهود اعداء هذا الوطن. ولذلك اقول لحضراتكم عباد الله لا تهلكوا انفسكم بسماع الكذابين. قنوات كاذبة خاطئة، قنوات كاذبة خاطئة يقولون اننا اعتدينا ووالله الذي لا اله غيره وانا كنت معهم وابني والله ما اعتدينا. ايها المسلمون الكرام، ايها الشباب الطاهر الطيب، ايها الرجال، لابد ان نكون مع الصادقين. ان الله جل وعلا سوى، اسمع هذه مهمة، سوى بين الكاذبين وبين آكل السحت، فقال سماعون للكذب، فقال الله تبارك وتعالى أكلون للسحت سماعون للكذب. استمعوا إلى أهل الحق ولا تستمعوا إلى أهل الباطل والظلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلى الحق وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يتقبل شهيدنا في واسع رحمته. وإن شاء الله ننتقل إلى فقرة الدعاء، وأسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات. إن شاء الله سندعو إلى الأخ الحبيب القريب الذي يعد من أفضل الناس بشهادة الناس، والله ورب الكعبة الذي يعد من أفضل الناس بشهادة الناس. وما من إنسان يموت ويشهد له هذا الجمع أنه من الطيبين إلا ووجبت